البر ده بقى موضة قديمة، يعني كلام ما ينفعش مع الجيل الحالي. ما اصل ازاي يعني بر والدين وبتاع مع التربية الحديثة؟ الكلام ده للأسف بسمعه وبشوفه عمليا في شغلي من ناس كتير، وآباء كتير دلوقتي موجوعين ومتألمين من عدم بر ولادهم ليهم، بل وأحيانا من عقوق ولادهم ليهم. طيب، على الصعيد العلمي ده بيعمل إيه في السواء النفسي للإنسان؟ بيعمل 3 حاجات: بيطلع ناس أنانية وعندهم تمركز حوالين الذات، بيعلم الجحود وعدم تقدير الحاجة اللي بتتقدم ليهم، بيعمل تشوه في فهم الأدوار جوه العلاقات. يعني باختصار بيطلع سيلف سنترد بيرسوناليتي، شخصيه مستنيه العالم كله يدور حواليها ويفضل يديها بدون التزام باي واجبات ولا مسؤوليات. ده غير اني بعرضهم يقعوا في كبيره من الكبائر وهي عقوق الوالدين. انا شخصيا عشان اعلم ولادي ال3 البر، واللي هم ال3 مفرطي الحساسيه، بعمل معاهم حاجتين بسيطين، ورقم واحد مش هتنفع من غير رقم اتنين. اول حاجه بدربهم على البر في التفاصيل اليوميه البسيطه جدا، لان هم مش بيتولدوا بيه. ده ربنا عمل للبر اجر عظيم لانه في جهاد كبير للنفس. فلو ماما عيانه حبيبتي محتاجه تقومي تعملي بدلها حاجه، ما تخرجش من البيت من غير ما تسلم على ماما. لو انت صغير وغلطت في ماما، حتى لو الموقف عدى، انت محتاج تعتذر لها وتراضيها. رقم اتنين بقى، واللي من غيرها ما تنفعش الاولى، انك تعامله زي ما تحب هو يعاملك وانت عندك 70 و80 سنه. انا بقعد اتخيل نفسي كده وانا ست عجوزه وضعيفه، وفي 100 حاجه جديده في العصر اللي انا فيه مش فاهماها، وهم مشغولين وراهم 100 حاجه. احب بقى يعاملوني ازاي؟ احب يصغروا عليا، يعيدوا الحاجه اكتر من مره وهم مطولين بالهم، يراعوا مشاعري، يجوا كده يطمنوا عليا بدون اي سبب ولا اي حاجه. ونفس الطريقه دي بقى انت عاملهم بيها، لان البر زيه زي اي قيمه في تعليم ديننا. ربنا هيحاسبني انا علمتها لاولادي ولا لا، والاهم بكتير لما يسالني: هل سهلتها عليهم ولا صعبتها؟